السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم؟ كيف حوالكم؟ كيف صحتكم؟ كيف أخباركم؟ عائلاتكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. كما راكم تشوفوا اليوم بديت بداية نشيطة وجميلة صراحة. كما راكم تشوفوا بديت نسياق، وهنايا كنت غسلت القش باش ننشره، والجو مشمس أكيد لأننا في فصل الصيف والحمان يا ناس. شنو نقولكم؟ بعد هذا درت دوش خفيف، لأنه صراحة في الصيف لازم كل يوم دوشي ويا ربي. دونك هنايا وريت لكم زعما كي درت الدوش. بعد الدوش تاعي استعملت هنا هذه أداة باش ننصحكم بها يا البنات، لأنه هذه أداة روعة روعة روعة. هذا جهاز ليزر شريته من زمان، يعني من شي 3 سنوات هكا، وشريته بأقل من مليون. تخيلوا، كان روعة. أحلى حاجة درتها في حياتي إني شريته، وحاشاكم تخلصت من الشعر الزائد نهائيا. ماشي نهائيا، لكن راني نتخلص منه صراحة الحمد لله. ويشتغل من هذا الزر، تشعليه من تما، ايا، وتقعدي في هذاك الزر اللي يعني نضغط عليه، تقعدي تخدمي به. ومرات تخدمي بلا ما تستعملي هذاك الزر اللي يشعل الواميض. دروك تشوفي، راني وليت بعد غياب سنوات. كنت راح ندير لكم فيديو إعلان عن الحمل تاعي، لكن والله يا البنات مرضت بزاف في الحمل تاعي، ما قدرت لا ندير لي فيديو ولا ندير حتى حاجة. وكذلك التربية جاتني شوية صعيبة، ولكن الآن جيتكم بقوة ونشاط إن شاء الله. وإن شاء الله تكونوا مازلتوا تستنوني، ولا كنتم متابعين جدد، مرحبا بكم. وإن شاء الله تقعدوا تتبعوا معايا، لأنه راح نديرو فيديوهات روعة، وراح نكونوا مع بعض. وراني ندير صراحة لايفات، مش راني ندير، لكن هذا وين راح نبدا ندير. درت بروفا لايف متاع واحد مجاني. ها كي تشوفوا، كي درت هذيك لابواط اللي كيما شارجور تاعها، داك الشارجور تاعها درته في لابريز وبدات تشعل. وتزيدوا السرعات من هذيك القفله اللي تشعلوه منها، تزيدوا السرعه وتنقصوا لها، ولا تزيدوا القوه تاع الواميط. هكا هذا هو التعبير الصحيح. المهم قلت لكم باللي آه، م- التربية دات معظم وقتي، وقلت لكم بلي مرات صراحة والله مرات بزاف في الحمل تاعي، ما كنتش نطيق نتنفس، وكانت في فصل الصيف والحرارة والحمان، وراكم عارفين يعني إنسان بصحته بلا والو ينضر. يا خليه تكون مرأة حامل وعندها ضيق تنفس وبزاف اشياء. الحمد لله يا ربي فتره وعدات. هنا بعد ما استخدمت جهاز الليزر تاعي، طبعا كان يوم الجمعه، قريت سوره الكهف. و وبعد ما صليت، طبعا ما وريتش كي صليت. المهم قريت سورة الكهف. كما راكم عارفين البنات، هي نور بين الجمعتين، يعني نقراوها ان شاء الله في كل جمعة، وما تنساوهاش هدية البنات. ما ننساوش روحنا بالدنيا وبالخرجات وبكلش، وننساو اخرتنا. لازم نعملوا لها، لازم نصلوا، لازم نديروا بزاف صوالح، لازم نذكروا ربي، نسبحوا اذكار الصباح اذكار المساء، النوافل. وان شاء الله ربي يقدرنا ويقدركم لما يحب ويرضى. المهم هنايا كنت راني باين ندير العشاء، درت خبيزات، يقول لهم فطائر المقلات. انا طيبتهم صراحه في الطاجين، ما طيبتهمش في المقلاة. وراكم حابين الوصفة سهلة نديرها لكم كاش نهار. ديت هنايا صدر الدجاج، قلعت لها العظم تاعه وطحنته. بعد ما طحنته درت معاه طماطم مصبرة، ودرت، لا عفوا، ما درتش طماطم مصبرة، درت طماطم، حبة طماطم رحيتها، ودرت توابل كوري دجاج وفلفل اسود وملح، وتبلتهم. بعد ما قليت بيهم الدجاج مع شوية بصل، وعمرت بهم هذوك الخبيزات بعد ما كورتهم الى كويرات. هنايا هذه بنتي شوشوتي حبيبتي العزيزه الغاليه، الحمد لله ربي يحفظها لي ان شاء الله. قالت لكم السلام طاطاواتي، راهي تلقى عليكم في السلام. و
ادعوا لها إن شاء الله ربي يجعلها ذرية صالحة، وتكون إن شاء الله من الناس اللي يشرفوا الدين تاعنا، واللي تكون التربية تاعهم صالحة يا ربي. هنايا بعد ما خرجوا لي هادو الخبيزات صورتهم لكم، درت معاهم شوية شوربة ما صورتهاش، والحمد لله على النعمة. وربي يكتر الخير، وربي يكتر يديم الأمن والأمان في بلادنا وفي كل سائر بلاد المسلمين. راكم عارفين الشوشرة اللي راهي صارية حاليا، إن شاء الله يا ربي ينصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين. هنا شوفوا كيفاش جات من الداخل محشية، جات روعة روعة روعة. ونسيت باش نقول لكم شمختها بالحليب ومغرب فرينة، شغل بيجاميل خفيفة. هنايا أنا باش كي نقعد نخدم في شغالاتي ندير شروق تقابلني في كرسي تاع لوطو، وهنا بعد ما كملت كلشي وجدت للزوج تاعي قشو باش يدير دوش خفيف. وحنا الزوج ما خلانيش كيما راكم تشوفوا، ما قصرش معايا ودار لي تحويسه خفيفه وخرجه شابه مع الليل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وشكرا على المشاهده، دمتم في امان الله وحفظه. ولا بغيتوا تزيدوا تشوفوا فيديوهات تاوعي ما تنساوش ديروا لايك وديروا زر الاشتراك، ومرحبا بكم في اللايفات تاوعي.